بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام البنات، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا ملاح وعلى خير. أني جيتكم فيديو راح يفيدكم، راح نعطيكم معلومات على رحلتي في تونس، راح نعطيكم الأسعار، راح نعطيكم المكان، راح نديلكم جولة تحوسوا معايا وين كنتوا نتوما قاعدين. أولا بالنسبة لتونس كانت رحلتي في جويي، رحت في جويي لتونس. صراحة سخانة، انا ما انصح اي وحده تروح لتونس في سخانه في جويي. روحوا سبتمبر هكذاك، والله دوبي انت لي فاكونس يعني تاع الصيف يعود شويه يعني برود حال. صراحة سخانة 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 ياسر، قد ما نحكي لكم على السخانة. حتى البلاصة في كل بلاصة سخانة، في كل بلاصة عفوا، بصح مش نورمال. سخانة مش نورمال، شهيلي يعني ما تصيبيش تحوسي وما تاخذيش راحتك في التحوس. ثانيا بالنسبة للفندق اللي راني فيه، صراحة معاملة ما شاء الله. فندق ما شفتش فيه حاجة مش مليحة. بالنسبة لاسم الفندق، فندق حنبال، جاي في سوسة في القنطاوي. كما نقول لكم شوفوا، هو كاتيتوار 4 نجوم. هايل يا البنات، روعة ما شاء الله، منظم نقي، معاملة حسنة، معاملة ممتازة مش حتى حسنة. الأكل نتاعهم هايل بنين. ما كانش لي يغلط في حقك، والله كل واحد لهي في روحه، ما كانش لي يدور بيك، يعني ما شاء الله. ثانيا بالنسبة لتونس، الأماكن المحترمة وأماكن مش محترمة. تونس كاملة فيها البلايص الزينة وبلايص الشينة، يعني وين تروحي لازم مش قل خلاص توالفي. ما كانش كيفاش توالفي في تونس انك تغضي النظر، ما تشوفي والو، تعيشي نورمال، ما تشوفيش، لازمك تنسي. هذه هي تونس. هنا بالنسبة للفندق قلت لكم فيه شاطئ بريفي خاص، وفي بحر خاص في وسط البحر في وسط الفندق. هايل يعني ما شاء الله، زين نورمال. فيه حوايج زينة، حوايج شينة. حوايج شينة يعني راكم عارفين باللي كل سواح يجوا فيهم، كما راكم تشوفوا هنا في البيسين. معناتها لازم ما تشوفي والو. بصح الحاجة المليحة انه كل واحد لاهي في روحه، يعني لازم انتي تحطي مع روحك، ما كانش لي يلها بيك وما كانش لي يدور بيك وما كانش لي يتعدى عليك. ثانيا الفندق واش فيه الفطور صباح وفيه العشاء، ما فيش الغداء. بالنسبة إذا رحتي مع وكالة راح يكون سعر خاص، يعني مش نفس السعر مع تروحي وحدك. بالنسبة باش تروحي لوحدك الليلة 1,200,000 لليلة. فندق 4 نجوم 1,200,000 لليلة. هذا هو بالنسبة للسعر. هنا كما راكم تشوفوا هذا البحر في وسط الأوتيل. فوالا فيه كما قلت لكم بيسين الداخل، بيسين بريفي، وفيه بلاج بريفي منا، يعني الخاصين برك يعني زوار تاع الفندق. بالنسبة للغيستورون هذا هو، شوفوا تدخلوا ثاني بلي كارت، لازمك تدخلي لا كارت اللي عندك فيها الاسم نتاعك واسم الفندق، لازمك تدخلي بها. بصح نهار الاول والزوج سي بون يحفظوك خلاص. الاكل متنوع، فيه كلش انت واش تحبي وكلش بنين. كل نهار واش يديرولك اكل تقليدي، لي كريب، مهم فيه كلش. نايا نحكي لكم على الماكله نتاعهم والاكل كيفاش بنين. بنين اكل الفندق بنين، يعني عجبني صراحة. طيبهم صح دي شاف الله يبارك ما شاء الله. وتحبي تهزي انتي واش تحبي، يعني ما يقولولكش ياسر سي بون والله. المهم انتي تعرفي روحك واش تهزي، تكوني منظمة. بالنسبة لأكلهم، أكلهم حار، يعني تونس معروفة بالأكل الحار، لازمك تتقبليه. بالنسبة شوفوا الأكل كما قلت لكم بنين بنين، قد ما نحكي لكم كاين أكلات متنوعة ياسر، انتي واش تحبي تهزي على روحك، لك حرية الاختيار. ثاني حاجة انه اللي سوب نتاعهم ثاني بنان يعجبوني. ديسير انتي واش تحبي تزي. المهم كاين الاكل اللي يعجبك. انا صراحه كاين الاكل اللي نعرفه ناكله، كاين حوايج نسقسي واش هي وما ناكلهمش. بالنسبه للحوم اللي يقولك تونس اللحم نتاعهم وكذا وكذا،
انتي تعرفي وش راح تاكلي، يعني الفندق راح يبان اللحم تاع الخروف من اللحم البقري من اللحم الحيوانات الاخرى. انتي تعرفي وانتي باينه على ذوقك، انتي راح تعرفي. لي سالاد ثاني هنا، انا يا كي نشوف كاش اكل يعني حاجه جديده نسقسي نورمال، رايحين يجاوبوك يعطوك لي ديتاي كاع يعطوك كلش، يهضروا معاك. ثاني قلت لكم لي سوب نتاعهم بناني يعجبوني هايلين، كاين انواع واشكال من لي سوب، كل يوم يديروا لك نوعين من لي سوب. بالنسبه انا قعدت 5 ايام في الاوتيل، حوست. بالنسبة ثاني التحليات دوك راح نوريكم وش يديروا، صح ما شاء الله كلش بالفور كلش بنين وهايل. راح نحط لكم اليوم على الفندق، نظرة على الفندق، ومرة أخرى راح نحط لكم جولة على برا في تونس. شوفوا الأكل نتاعهم. بالنسبة كان الأول يوم كان ليلازان، كان اللحم يعني سكالوب، مهم بوفيه منوع، انتي وش تحبي تهزي. هنايا شوفوا الأجواء الليلية في الفندق، صراحة ما شاء الله. يعني مش نقولكم الأجواء الليلية في الفندق روعة. شوفوا أنا صراحةً كان ليالي نخرج فيهم ليالي والو يعجبوني هنا نقعد في المنظر. كنت دي فوا نديرلكم لايف ودي فوا والو في الانستغرام بيان سور، الانستغرام اللي هو ماريا تايبس 03. شوفوا الأجواء هنايا الليلية ما شاء الله روعة، عجبتني. تريحي في ديك الغازون كالم حتى نص الليل. بالنسبة هنايا كي تخرجي من لوتيل انفاس واش راح راح يقابلك بارك نتاع حنبال. نشوفوا فيه لي جو كامل واش تحبي قاع واش تحبي. انا البلاصه اللي قعدت فيها القنطاوي اجمل بلاصه صراحه، عجبتني اجمل بلاصه في تونس، عجبتني هايله فيها كلش. وبالنسبه للمحلات ما يحلوش في النهار، يحلوا في الليل، بس قلت لكم سخانه شهيلي برك تلقي الاسواق اللي حالين في النهار. هنايا شوفوا الأجواء الليلية كيف دايرة في تونس في البارك هذا كامل لي جو تلقاهم فيهم. بالنسبة لي جو شحال البخي نتاعهم، كل لعبة ب10 دينار، دينار واحد تونسي يدير 7000 بدراهمنا، يعني 10 دينار ب70,000. جو وحدة برك ب70,000، صراحة غالية ماهيش رخيصة. هنا 70,000 وين تروحي في أي جو تطلعي بلا كارت، وكما قلت لكم 10 دينار اللعبة الواحدة. معناها في تونس غالية، ما نكذبش عليكم، الألعاب الماكلة قالية، كلش عندهم قالي والله. برك كينها في الصيف زادوا راكم عارفين السياحة. شوفوا هنايا قلت لكم هذه هي الأجواء الليلية في تونس في القنطاوي. بالنسبة للفندق ثاني حذا فيه مينا برا، في غيسون شحال من غيسون كاين برا حذا البحر. البلاصة اللي راني قاعدة فيها يعني بلاصة هايلة، أنا مثلا ننصح أي وحدة كي تجي رايحة لتونس تروح القنطاوي. وبالنسبة للدراهم ما تدوش دراهم الجزائر، يعني ما تبدلوش بدراهم الجزائر، دو لورو أحسن. لورو زي 30 دينار تونسي في الصون أورو، 30 دينار تونسي زايدة. هنايا ثاني شوفوا كاين منتوجات جزائرية في تونس، كما المواد الغذائية في تونس بصح زايدين البري. كاين حوايج ياسر كيما احنا عندنا القاطو، عندنا برينو يدير 2500، هما 10,000 دينار ونص، 10,000 بدراهمنا، يعني حوايج قالية ياسر، زايدين فيهم منتوجات جزائرية ورابحين فيهم. هنا ثاني بالنسبة للوتيل حذاه هكذاك العوادي، دوك وين تحبي تروحي في العواد أي بلاصة تحبيها أنتية. بالنسبة للفندق هذا هو الفندق اللي كنت فيه، فندق حنبال. شوفوا اللي الأجواء الليلية كيفاش دايرة، راح نخليكم تدوا نظرة عليها وتشوفوا إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. بالنسبة راح نزيدكم يعني فيديوهات أخرى، راح نعطيكم معلومات أكثر وأكثر. هنايا كان دي سواغي حذا الأوتيل هكذاك، لي سواغي باينة دي سواغي مش عائلية. هذا هو لا فيديو انتانا،
نتاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله كنت عطيتكم معلومات. بالنسبه للفطور الصباحي، واش كان فيه فطور صباحي؟ شوفوا واش يحطوا لكم الفطور على اساس انك شغل راح تقداي، باسكو ما كانش الغدا في النهار. يحطوا لكم فيه كل خير ما شاء الله. فيهم لي كريب صالي، كريب سكري. انا ما نشتيش لي كريب سكري هذوما، تدي تحبي بالمعجون تحبي بالعسل، كيما تحبي نتي تدي. انا ما نشتيش، ما يعجبونيش، باسكو نشتي لي كريب مقرمشين. فوالا هما بصح بنان. شوفوا يديرلكم اومليت ثاني، هما يديروها بالهريسه، تجي ثاني بنينه هايله. يعني توالفي الاكل نتاعهم الصباحي، لازمك تحتم عليك وتوالفيه بنين. بصح انا كنت كاينه حوايج من نديهمش، باسكو انا ما نشتيش يعني الحوايج المالحه مع الصباح. نشتي فيها قهوه، تبقى فطور صباحي قهوه. ما ناكلش انا هذم لي اومليت ولي كريب وكاع. هذا هو الفيديو. ذوك راح يبقى تشوفوا يعني يخدموا قدامكم كيما هكذاك على نظر عينكم، تشوفوا حاجتهم نقيه. يعني صح ما شاء الله نقيين، ويخدم لك الحاجه وتحبي تزيدي يزيدك، ما كاينش مشكل. هذه ثاني في الفطور الصباحي. انا كنت هنا كاع ما ندورش من هذه الجهه، نصور لكم او نوقف، منطيقش كاع نوقف هنايا، باسكو سي بون انا هنا نوقف. وي مثل الحوايج سكري مع صباح احسن، اما الحوايج صالي ما عندي حاجه فيهم. انواع الاجبان هذه هي الفطور الصباحي نتاعهم، كل يوم ونوع. انت فوالا.